اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من وقفتنا النهاردة في المطبخ قررت أنزل لكم وصفة جميلة جدا. هتعتمد على أي نوع دقيق، بس لازم يبقى دقيق بتاع المخبوزات بتاعتنا عادي خالص. هتحطي 3 كوبايات دقيق وعليهم كوباية مية، تبتدي ذرة ملح على ذرة سكر على معلقة كبيرة خميرة، ولو عاوزة تحطي بيكنج باودر تمام، ونقطة خل عشان تعمل تعلف الخميرة أكتر. أوكي. هسيبها تخمر حوالي ساعة كاملة، وبعد ما تبتدي العجينة بتاعتي تكون خدت القوام اللي أنا عايزاه وتخمر، هفردها على الرخامة زي ما انتوا شايفين. وعلى فكرة في الفيديو ده بصراحة أنا كنت بتعب جدا وأنا بصور الفيديو دايركت، وأنا يعني اللي هو أبقى بصور مثلا وأوقف التليفون، فقررت إن أنا اصور واوري يعني حاجات كده، لقطات كده، بس اديكوا الوصف الكامل للمكونات. هنا قسمت العجينة لقسمين، القسم الاولاني ابيض والقسم التاني حطيت له الكاكاو اللي احنا شايفينها دي. مش نوتيلا، دي كاكاو وعليها قرفة. يعني انا طعمتها بالكاكاو وبالقرفة، بس زودت الكاكاو شوية بحيث انها يديني اللون الغامق دوت. برضو هبتدي ان انا افرد العجينة زي ما انا فردت العجينة البيضة بتاعتي عادي خالص، وهاجي احط العجينة البيضة على العجينة اللي هي اللي بالشوكلت بتاعتي عادي خالص، ولازم الاتنين يبقوا نفس المقاس ومقاس واحد. زي ما هفرد دي بنفس السمك ونفس الحجم، ولو في زيادات ممكن ان انا اقصها بالسكينة او احردها بالسكينة. انا هنا رشيت من فوق الوش كمان قرفة، وزودت كمان كاكاو، وحطيت جوز هند، حطيت جوز الهند. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي جميلة جدا ومغذية قوي قوي قوي. وهنا حطيت الطبقة التالتة، لان انا الاول حطيت طبقة بيضة، بعد كده حطيت كاكاو، طبقة الكاكاو، وبعد كده حطيت رق تالت اللي هو طبقة البيضة. يعني انا عملتهم على 3 اقسام، لو انت عايزة تعمليهم على 4 مفيش مشكلة، تفردي العجينة سمك رفيع وتبتدي تحطي واحد فوق التانية، طبقة فوق التانية فوق التالتة. زي ما انتوا شايفين انا هنا جيت قطعت آه اللي هي الجزء اللي هو اللي قبل الاخير، خليت الجزء اللي هو الاخراني خالص زي ما هو، وابتديت ان انا اقطعه كده على شكل مستطيل، والف المستطيل ده في شكل حلزونة. وركزوا كويس جدا من الشكل ده، على فكرة الموضوع ما خدش مني وقت، وفي نفس الوقت الشكل هيبقى رهيب جدا جدا. اول مرة اطلعها بالجمال ده، واول مرة اطلعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ابتديت ان انا اخد حتة حتة واطولها والفها، وقمت جاية لفة العجينة كلها داير ما يدور زي شكل الضفيرة كده في حجم القالب اللي انا هحطه فيه. يعني ابتديت اخد كده الكيرف اللي هو المدور ده، والف على الكيرف اللي هو المدور ده الضفاير اللي انا ضفرتها، بحيث ان انا خليتها زي ايه، زي في شكل دايرة كده، بومبي كده. على فكرة سهلة جدا، وممكن تعملي اكتر من شكل توظفيه في خدمة المكون ده او الطريقة دي. حطيتها في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، وكان الفرن شغال وأنا ببتدي بعمل العجينة آه وأنا ببتدي إن أنا أزوقها، فكانت واخد مني برضو درجة حرارة كويسة جدا، وكان مساعدني إن الفرن يطلع لي يعني الوصفة دي بالطريقة دي. جيت في الآخر خالص أول ما طلعت معايا ابتديت إن أنا أحط لها نوتيلا بيضة، شوكولاتة وايت شوكليت، لان بحبها قوي، ورشيت لها من فوق الوش كمان سكر بودر. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بجد فعلا اقوى من البريوش واقوى من السينابون. القرفه مديها نكهه جميله جدا، ويا سلام بقى لو انت عايزاها تبقى طريه، ممكن تجيبي الجبنه الكيري عليها حليب مكثف، وتبتدي تخلطيهم ببعض وتحطيها كصوص كده من فوق الوش، وتقطعيها عادي زي الكيكه او تقطعيها شرايح. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تدعمونا بلايك حلو منكم وكومنت ظريف
اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.